والله الأحوال طبعا صعبة شوية، قاعد الحكاية ما زالت في يعني قتال في حالة يعني ثورة مستمرة أعتقد. يعني جزء منا قاعد سعيد وفرحان بأن نص البلاد على الأقل الآن يعني يتحرر بالكامل من قبضة القذافي. الآن النص الثاني قاعدين نحاول بقدر الإمكان نوصلوا لحل انه يطلع من البلاد هو، ونوصلوا في النهايه لسلام كامل ولبلاد موحده كلها تعيش بحريه. واعتقد ان الانتصار قريب ان شاء الله، ما عادش بعيد. طبعا بكل شك، يعني بدون شك ان الثوره التونسيه كانت يعني تاثيرها كبير كثير. اعتقد ان ما فيش شك، فيش حد يشك بان العلاقه بين الشعب التونسي والشعب الليبي مش علاقه يعني سياسيه ولا بين الرؤساء، يعني علاقه تاريخيه اعتقد. يعني وحتى احنا من ناحيه حتى الترابط العائلي والاسري يعني بلاد واحده. فاعتقد ان الناس لما شافت اللي صاير بتونس يعني تاثرت كثير يعني بليبيا. واعتقد ان التاثير ما زال مستمر. اعتقد اعتقد حتى تونس الان متاثره بالوضع في ليبيا، ويهمها جدا ان الامور تستقر بليبيا ان شاء الله. Okay. So how أنا Libyans. أعتقد I think إن الوضع بالنسبة للاجئين الليبيين، الشعب التونسي كشعب وكحكومة لا أدري، أعتقد الحكومة الآن في وضع أعتقد صعب، والتوانسة نفسهم يحتاجوا إلى أن هم يستمروا بثورتهم فيها. بس الشعب التونسي الصراحة يعني أبدى يعني دعم كامل وكبير يعني ولا محدود يعني بمعاناة الشعب الليبي وباللاجئين، وخاصة يعني إن فتحت أبواب لكل اللاجئين اللي كانوا مثلا سواء اللي جايين من الجنوب من جهة الجبل نفوسه. وأعتقد إن الوضع يعني ما فيش من يعني لازم في تعاون وفي دعم كامل، وأعتقد دعم لا محدود وإن شاء الله يستمر بإذن الله. اوكي، شكرا. شكرا. متفائل جدا.